اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. في امهات كتير بيسألوا نفسهم، هو انا قصرت مع ابني؟ هو خلاص فات الاوان اني اربيه صح؟ ايه الخبر الحلو؟ ان مفيش حاجة اسمها فات الاوان. كل عمر ليه طريقته في التربية الايجابية، وكل لحظة ممكن تبقى بداية جديدة تبني علاقة اقوى مع طفل. النهاردة هنجاوب على السؤال اللي محيرك، امتى ابدأ التربية الايجابية وايه هي الاعمار المثالية اللي فعلا بتفرق. خلينا نعرف في البداية ليه السؤال ده مهم. كتير من الاهالي فاكرين ان التربية الايجابية مرحلة بتبدأ بدري وبس، يعني لو الطفل كبر خلاص ما ينفعش. الحقيقة ان التربية الايجابية مش مرتبطة بسن واحد، لكن طريقة تطبيقها بتختلف من مرحلة للتانية. يعني لو فهمتي ده هتعرفي ازاي تعدلي اسلوبك مع ابنك بدل ما تحس انك فشلتي او الوقت ضاع. طيب من سن سنة لسنتين، في العمر ده الطفل لسه بيتعرف على العالم، بيبدأ يمشي ويلمس ويكتشف، مفيش عنده صح وغلط. لكن في المرحلة دي في روتين بيبدأ يتبني، وعشان اطبق التربية الايجابية هنا لازم نستخدم الكلمات البسيطة زي برافو او حلو او لا، وتعملي روتين ثابت للنوم او الاكل او اللعب. ولو عمل حاجة غلط او لمس حاجة غلط ما تصرخيش، قولي دي خطر وخدي بعيد. خلينا نطبق بمثال. ابنك ماسك فيشة الكهرباء، بدل ما تضربي ايده وتقولي انت هتجنني، انزلي لمستواه وشيلي الفيشة وقولي دي خطر وتعالى نلعب بحاجة تانية. اما بقى من سن 3 ل5 سنوات، دي المرحلة الذهبية. الطفل هنا بيبدأ يتكلم كويس وبيكون عنده فضول رهيب وبيختبر حدودك كل يوم. وهنا عشان نطبق التربية الإيجابية لازم نلتزم بالقواعد البسيطة، نلعب ونرتب بعد اللعب، ونعلمه البدايل والتشجيع، ونمدح أي محاولة حتى لو مش كاملة. خلينا نطبق بمثال. طفلك مش عايز يلم لعبه، الطريقة السلبية صريخ أو عقاب. التربية الإيجابية هتقولي له احنا هنعمل سباق ونشوف مين اللي هيلم أسرع. فجأة الموضوع بقى لعبة وهو انبسط وتعلم النظام. نيجي بقى من سن 6 ل 10 سنوات، ودي مرحلة المدرسة. هنا الطفل بيتأثر بزمايله أكتر منك، بيبدأ يقارن نفسه وبيتعلم عن العدل والمشاركة والمنافسة. وهنا عشان نطبق التربية الإيجابية لازم نتكلم معاه كتير ونسمع منه أكتر ما نتكلم. ولو وقع في مشكلة مع زميله ما تفرضيش انت الحل، اسأليه تحب نعمل ايه في الموقف ده. كمان نساعده على المسؤوليات الصغيرة، خليه مسؤول عن نبات او زرع في البيت او ترتيب سريره. خلينا نطبق بمثال. ابنك جالك وقال لك اصحابي بيضحكوا عليا عشان نضارتي. الرد السلبي هتقولي له ما تردش عليهم وخلاص. اما في التربية الإيجابية هتقولي له انا فاهمة ان ده ضايقك، تعال نفكر ازاي ترد بطريقة نخليهم يحترموك. وهو كده اتعلم الثقة بالنفس. بعد كده من سن 10 سنوات وما فوق، كتير بيسألوا هل فات الاوان؟ الإجابة لا ابدا، بس الاسلوب هنا بيتغير تماما. الطفل هنا عايز احترام واستقلالية، العقاب والضغط بيعملوا نتائج عكسية. طيب ازاي نطبق التربية الإيجابية هنا؟ الحوار المفتوح دايما، لازم نسأله عن رأيه بجد. وكمان الاتفاقات، يعني لو خلصت واجبك بدري عندك ساعة موبايل. وكمان ما تنسيش ان انت القدوة، شوفي ابنك ازاي بيقلدك في ردود افعالك. خلينا نطبق بمثال. ابنك المراهق بيرجع متأخر بالليل، الطريقة السلبية انت قليل الادب. اما في التربية الإيجابية هتقولي له انا كنت قلقان عليك ومحتاجين نتفق على ميعاد رجوع مناسب لينا احنا الاتنين. كمان في قواعد عامة للتربية الإيجابية، ومنها الثبات اهم من المثالية. وكمان تمدحي السلوك اللي عايزاه يتكرر، وما تكسريش شخصية الطفل عشان تصلحي سلوكه، واسمعي قد ما تتكلمي. وفي النهاية التربية الإيجابية مش مرتبطة بسن واحد، كل سن وليه طريقته، المهم تبدأي وتثبتي. ابنك مش محتاج منك غير انه يسمع كلمة انا واثقة فيك اكتر من اي عقاب او صريخ. وشاركينا في الكومنتات ابنك عنده كام سنة وعايزة تبدأي مع التربية الإيجابية ازاي. وافتكري ان البداية الحقيقية مش عند الطفل، البداية دايما بتكون من عندك انت. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.